الشيخ راشد الغنوشي، سأسرد عليك قصة لا أدري إن كنت قد قصصتها عليك من قبل. حينما دعوتك لإلقاء ورقة في جامعة ويستمنستر حول الإسلام والغرب، وتعرفت على الأستاذ بروفيسور جون كين، من يومها تعلق بك وأقنعني بأن أفضل موضوع يمكن أن أتناوله في رسالة الدكتوراه هو فكر وتجربة الشيخ راشد الغنوشي، مع أن الموضوع الأساسي لدراستي كان الإسلام والديمقراطية. في حينها ترددت قليلا، يعني لم أكن أتصور كيف سأقوم بهذا البحث. ثم بعد ذلك كنت كلما أكتب بابا وأقدمه له يقول لي: ألم أقل لك، ألم أقل لك أن أن هذا هو أفضل موضوع يمكن أن تقدمه. كان معجبا بمراحل التجربة التي مررت بها، وخاصة كيف أنك من وجهة نظره كنت دائما باحثا عن الحقيقة. وبودي لو نعود فنلقي أضواء على كيف بدأت هذه التجربة، كيف كانت النشأة في البداية. وسبحان الله، أنا كنت أظن بأنك أنت الذي أقنعته بالموضوع وليس هو الذي لا، أقنعك. هو الذي أقنعني. لأنك أنت تعرفني أسبق منه يعني بزمان. نعم، لكن أنا لم أكن أقدر كما قدر هو. هنا بينما هو كانت جلسة وحيدة معه يعني. نعم. في أظن الندوة كانت حول العلمانية لا، كانت أول ورقة قدمتها أنت حول العلاقة بين الإسلام والغرب، نعم. وأثبتت فيها بأنه لا يوجد من حيث المبدأ سبب للتصادم، سوى أن هذا التصادم ناشئ عن مصالح معينة وهكذا. وطبعا فتح هذا بابا للنقاش، كان جيدا. هو هكذا يعني. كثيرا من الأحداث تبدو عادية في نظر قوم، ولكنها في نظر آخرين أو في نظر شخص آخر تبدو ملفتة وتبدو باعثة على التأمل وباعثة على التفكير وعلى الغرابة، بحيث ما لاحظه البروفيسور جون كين في السيرة الذاتية أو في الصورة التي أخذها عني خلال فترة قليلة من اللقاء معه. ما أدري ما الذي لفت نظره في سيرة هذا الشخص، إلا أنه أنت الآن رويت لي وما كنت أعلم هذا، بأنه لاحظ بما سماه التطلع المستمر في البحث عن الحقيقة. هو كان الذي بهره الحقيقة في البداية، ثم ظل ينبهر مرة تلو الأخرى، أنه في بحثه السابق عن الديمقراطية كان قد وصل إلى قناعة بأن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح إلا في جو علماني، وأن الدين لا علاقة له بذلك. فعندما نظر فيما كنت تقول، وعندما بدأنا نتكلم معه في موضوع الإسلام والفرق بين التجربة الإسلامية في التاريخ وبين تجربة المسيحية الغربية، كأن أقفالا فتحت في دماغه، كأنه أبواب أشعت من جديد. سبحان الله. كل حال هو ليس شخصا عاديا، يعني لمن لا يعلم البروفيسور جون كين يعني من أهم المختصين في الدراسات الديمقراطية وفي مسألة المجتمع المدني، حتى أنه في آخر كتاب له حول المجتمع المدني تحدث عن هذه القضية، تحدث عن دور الإسلام في نشأة مجتمعات مدنية ثرية جدا وغنية، وأن فكرة المجتمع المدني ليست كما تقول العلوم الاجتماعية من أنها مناقضة للدين أو الصورة المقابلة للدين، بل هي في الإسلام نبتت فكرة المجتمع المدني، نبتت في إطار الحضارة الإسلامية والفكرة الإسلامية. وربما هذا هو أهم ما لفت نظره مما استحق إعادة النظر في عدد من مسلمات العلوم الاجتماعية، مثل التقابل بين الدين وبين المجتمع المدني، التقابل بين الفكرة الديمقراطية والفكرة الدينية. فهو بصدد إعادة يعني هذه اللقاءات معه دفعته إلى أن يعيد النظر في مسلمات يعني تعتبر كأن حقائق
في العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية التي هو من أحد أساطينها الكبار المعاصرين. نعم، وأظن أن الأمر الآخر الذي أثر في تفكيره هو أنه وجد أن العلمانية كما عرضتها له في منطقة المغرب العربي وخاصة في تونس إنما جاءت بالاستبداد وجاءت بالفساد وجاءت بالقهر، بينما هي في الغرب من وجهة نظره ومن وجهة نظر من يرى ما حدث في الغرب جاءت بعكس ذلك تماما. نعم، هذه فكرة أخرى أيضا لفتت نظر، العلاقة بين العلمانية والاستبداد في المسلمات الاجتماعية، مسلمات العلوم الاجتماعية، على أنه التحول الديمقراطي لابد أن يسبقه تحول فكري في اتجاه الفصل بين الدين وبين السياسة. هذا الفصل هو ضروري من أجل تحرير السياسة من الاستبداد. لكن التجربة بيّنت في شمال أفريقيا وفي بلاد كثيرة في الحقيقة، والآن أصبح أمر مسلم به، أنه لا علاقة ضرورية بين العلمانية وبين الديمقراطية، بل يمكن للعلمانية أن تؤسس للاستبداد. والحقيقة العلمانية أسست للاستبداد في التجربة النازية وفي التجربة الفاشية وفي التجربة الشيوعية. هذه كلها تجارب علمانية مكثفة يعني، وليست علمانية فقط. وفي تجربة الثورة الفرنسية أمر واضح، يعني الثورة الفرنسية كانت ثورة دموية، فالفكرة العلمانية التي أسست للثورة الفرنسية أسست للمقصلة وللمجازر الفادحة، كما أن الفكرة العلمانية أسست أيضا للاستعمار. فالاستعمار حمل على أجنحتي أو على ظهر الفكرة العلمانية، فكرة التحديث اللي هي خلفية للاستعمار، هي يعني مبنية على أساس فكر علماني اختلط بالدين واختلط بالرأسمالية. ولكن يعني بالتأكيد أن الفكرة الاستعمارية حملت على ظهر العلمانية، وخاصة الاستعمار الفرنسي كان شديد العلمنة، وعلمنته كانت مكثفة وشديدة جدا، وبالتالي فلم يحمل الاستعمار أو الفكرة العلمانية الاستعمارية لم تحمل إلى بلادنا، لم تحمل مشروعا ديمقراطيا، وفكرة الاستعمار هي النقيض للديمقراطية. نعم. الآن لو أخذنا التجربة التونسية كنموذج، تونس لم تأتها فكرة الحداثة بالمعنى الاستبدادي، بمعنى الانفصال عن القديم، على اعتبار أن القديم كل ما فيه سيء ولا ينبغي أن نعتز به. بدأت هذه مع المستعمر الفرنسي، ثم جاء الاستقلال فاستمر بحمل رايتها، أليس كذلك؟ نعم، فكرة التحديث أو فكرة الإصلاح في تونس نشأت في أحضان جامع الزيتونة. في الحقيقة نشأت في امتدادا للفكر المحلي، ولذلك المصلحون الكبار من أمثال خير الدين وهو وزير أول كانوا محاطين بمجموعة كبيرة من العلماء، واستطاعوا أن يستخلصوا من التراث الإسلامي من فكرة المصلحة. مثلا عند الشاطبي فكرة العمران عند ابن خلدون، فكرة العدل عند ابن القيم وعند ابن تيمية. فاستطاعوا أن يستخلصوا من التراث الإسلامي عددا من الأفكار وعدد من القيم التي تؤسس أو أسسوا عليها فكرة مقاومة الاستبداد، فكرة الشورى، مقاومة المستبد. لأنه الفكرة في جوهر الفكرة، في أساس الفكرة الإصلاحية، مقاومة الحكم المطلق.